أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقات جديدة من برنامج الفطاطري. احنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين الفيو جديد، الديكور جديد، ولسه ان شاء الله هيبقى في حاجات احسن من كده بكتير. مبسوطين ان احنا نرجع تاني لحضراتكم بحاجات قوية ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. والحاجات اللي احنا قبل كده اتعملت في البرنامج هتتعاد من جديد، لان احنا الحمد لله نشكر ربنا ان كل وقت والتاني فيه الناس او الجمهور بتاع بانوراما فود بيزيد اكتر، فهنعيد من جديد ونقول الكلام بطرق مختلفه وباشكال مختلفه، وهنعمل حاجات كتيره جدا هتبسط حضراتكم وتعلمكم وتعرفكم ايه هو الدقيق وازاي يتعمل وازاي نطلع احسن حاجه في البيت عندنا زي احلى فرن بره. النهارده ان شاء الله الحمد لله كمان هنعمل الفطير المشلتت. الف مبروك، حد سمعنا زغروطه. طيب المقادير بتاعته بسيطه جدا، بس هو في شويه تريكات معينه احنا هنعملها مع بعض النهارده وهنشوفها، هي اللي هتفرق في موضوع الفطير ازاي يطلع معانا كويس في البيت وازاي نعمله سهل، وان شاء الله يبقى بالنسبه لكم النهارده الفطير مفيش اسهل منه. عندي المقادير بتاعتي بسهوله خالص وببساطه. عندي 3.5 كوبايه دقيق، وعندي نص معلقه صغيره ملح، هاخد من دي نص معلقه، وعندي كوبايه وربع ميه او كوبايه ونص، يعني على حسب ما هنشوف، على حسب نوع الدقيق. وبرضه هتكلم مع حضراتكم النهارده في النوع الدقيق اللي المفروض نستخدمه في الفطير. وعندي معلقتين صغيرين سكر، عندي ربع كوبايه زيت، وعندي الحشو الفطيره عندي تقريبا 150 جرام زبده. وبرضه هقول لكم على انواع الزبده في الفطير، ايه اللي المفروض نستخدمه وايه الاحسن وايه اللي المفروض ما نستخدموش وكل الحاجات بتاعتنا. نبدا في الحاجات في بدايه شغلنا. احنا ما عندناش مقادير تاني، دي اللي قدام حضراتكم، دي بعض الحاجات، انواع الزبده والزيوت. انا هشرح عليها بعض الحاجات النهارده عشان خاطر تبقى الدنيا كلها تمام. هحط الحاجات الباودر مع بعض. طريقه العجن عامه بتبقى دايما كل الحاجات الباودر اللي معايا في اي نوع عجين انا بعمله، كل الحاجات الباودر اللي انا بستخدمها بتتحط كلها مع بعض، بتتقلب، وبعد كده ببدا اضيف الليكويد بتاعي على حسب الوصفه ما عايزه، على حسب ما اذا كانت عايزه الوصفه بتاعتي هبدا بالماده الدهنيه ولا لا، او هبدا بالميه. احط الملح معايا اهو، خلاص انا مش محتاج الملح تاني، واحط السكر معلقه 2. وعندي بقى هنا الزبده دي انا هحطها على جنب بس لانه انا حاليا مش محتاجها، فانا هركنها بس على جنب عشان ما تلخنيش. انا الوصفه بتاعت النهارده انا هنتهي فيها بالزيت، لكن هبدا فيها عجن بالميه. هقلب كل المقادير الجافه بتاعتي اهي، وهبدا بالميه دايما عشان اعجن صح. يهمني جدا اخد بالي من حاجه مهمه قوي، انه مش هحط او مش هضيف كل كميه الميه اللي عندي، لان ممكن قوي العجينه اللي معايا ما تحتاجش كل الكميه، فهضيف حبه ميه وهسيب الباقي للاخر، ممكن العجينه تكون مش محتاجاهم. وهبدا اعجن العجينه بتاعتي. نوع الدقيق اللي بنستخدمه في الفطير او عامه في كل المخبوزات تقريبا، احنا بنستخدم دايما الدقيق اللي هو السترونج، اللي فيه الجلوتين بيبقى عالي فيه، وبيبقى دايما مكتوب عليه دقيق المخبوزات، فهو ده اللي احنا هنستخدمه. وده لسبب ان هو بيساعدني انه بتبقى عضله العجينه معايا قويه وبتديني الشده بتاعتها اكتر. انا ممكن احتاج حبه دقيق صغيرين، فهجيب حبه دقيق، عندنا برطمانات دقيق هنا ورا، اجيب مثلا البرطمان ده استخدمه. اوبس اهو. الفطير من اكتر العجائن المهمه جدا بالنسبه لي، اني لازم اعجنها كويس قوي واطول في العجن بتاعها، علشان يهمني جدا انه تكون الرقات بتاعه العجينه بتاعته بعد ما تتحشي زبده، يهمني جدا ان هي تكون قويه وبتشد معايا، بحيث ان انا اقدر افردها رقيق علشان تديني الطبقات بتاعه الفطير المقرمشه اللي كلنا طبعا بنحبها. وانا هقول لحضراتكم بعد شويه اثناء ما احنا بنشتغل السر في قصه ان العجينه بتاعه الفطير بتبقى مورقه علشان تبقى سهله بالنسبه لكم وانتم ممكن تبتكروا. يعني هقول لحضراتكم كمان حبه
حبه افكار ممكن تخلينا نبتكر في قصه الفطير، بس اهم حاجه ان احنا نركز ونعرف الفكره في الموضوع ايه. انا كده خلاص تقريبا العجينه عندي اتلمت كلها والدقيق اتلم وكده، مش محتاج اي ميه خالص. بس قبل ما هطلعها من البوله هبدا ان انا بكل بساطه اجيب الزيت اللي عندي وهضيفه على العجينه عشان اكمل موضوع العجن بتاعي اهو. نبدا ننزل الزيت كده اهو، كفايه قوي كده، دي شويه اكتر من ربع كوبايه بس. تمام. الفطير كمان من ضمن الحاجات اللي بتميزه ان انا لما بريح العجينه بتاعتي لازم اكون بحط لها زيت تحت وزيت كمان فوق، يعني هي مختلفه شويه عن باقي المخبوزات اللي احنا بنعملها. كل المخبوزات تقريبا اللي بتتعمل انا بحط شويه دي تحتها علشان ما تلزقش، لكن الفطير بالذات انا بحط له حبه زيت، ده بيساعدني قوي في فرده وبيخلي العجينه كويسه معايا اثناء الفرد، وده بيخليها كمان اطرى وانعم. بس مجرد ان انا اشرب الزيت في العجينه هبدا اطلعها، وهوري حضراتكم تاني برضو قصه ان احنا ازاي ممكن نكون بنعجن العجينه بطريقه صح وكمان ما تكونش متعبه بالنسبه لنا او تاخد مننا مجهود كبير. اهو في الجو السخن عامه دايما العجينه بتسخن شويه مع ايدي، فممكن تلاقوها بتلزق، وده بيخليها ممكن شويه صغيرين كده تحتاج حبه دقيق صغيرين، وخاصه كمان لما اضيف الزيت، لان الزيت بيخلي العجينه نفسها تسخن معايا شويه، فده بيخليها كمان تحتاج حبه دقيق كمان. هديها حبه دقيق صغيره هنا كده اهو، واحطها هنا. هوري حضراتكم ازاي بنعجنها. العجين عامه تقريبا 3/4 انواع العجين، الا اذا كان فيها نوع عجين اللي هو بيديني العجين اللي هو بيبقى هش زي القراقيش والحاجات دي كلها، ده انا مش ببقى محتاج اعجن فيه كده لانه بيتعجن بالسمنه، وخاصه كمان السمنه بتتعجن في الاول، فانا مش بعمل فيه الحركه دي. انا بفرد العجينه اهو وبلمها وبفرد والم كده اهو، وافردها والمها تاني. لو لقيتها محتاجه شويه دقيق انا ما عنديش مشكله خالص، هديها حبه دقيق كمان. يفضل قوي اثناء ما احنا بنشتغل في المخبوزات او في العجين سوري بالذات، ممكن استخدم اكتر خشب، لان الخشب ما بيسخنش مع الجو ولا كمان بيسقع مع الجو، ودي حاجه مهمه جدا في موضوع الخشب. يعني ممكن مثلا استخدم برانش خشب او حاجه زي كده، بيكون سطحها افضل واريح بالنسبه للعجين. ما عنديش مشكله خالص لو احتاج دقيق تاني، يعني ده ما يقلقكمش. ممكن يكون نوع الدقيق نفسه كل ما بيتعجن كل ما بيحتاج شويه ميه ازيد، شويه دقيق ازيد، وبيطرى في ايدي اكتر، خاصه لو عندي الجو سخن اهو. زي ما احنا اتفقنا انه مهم قوي بالنسبه لي العجينه بتاعتي تاخد وقتها في العجن وتتظبط معايا، بحيث ان هي تديني الشده بتاعت العجين نفسه وتبقى تمام معايا عشان تساعدني فيها بعد في الخطوات اللي بعدها. عامه العجين عشان نبقى برضو ملمين بالموضوع ده، العجين عامه كل مرحله بتبقى مسؤوله عن نجاح المرحله اللي بعده، فيهمني جدا ان كل مرحله بعملها اخليها تبقى مظبوطه وناجحه، علشان المرحله اللي بعدها كمان تبقى نجاحها بالنسبه لي مضمون. انا هكمل عجن في العجينه، وبعد كده هنروح فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض الفطير واهم الحاجات اللي فيه المهمه. فاصل ونرجع. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وهنكمل مع بعض الفطير المشلتت. طيب انا عملت العجينه بتاعتي خلاص، بعد ما عجنتها سبتها ترتاح وغلفتها زيت من فوق، وكمان حطيت زيت تحت فيها تحت في الطبق.
عندي 4 حاجات عايز احكي فيهم مع حضراتكم في الاول على ما العجينه بتاعتنا ترتاح. عندي انواع الدهون او الزيوت اللي احنا ممكن نستخدمها في الفطير، ودي تهمني جدا 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 ان حضراتكم تعرفوها، لان في ناس بتعمل فطير عندها في البيت بيطلع منها مش كويس، او بيطلع منها ناشف، او بيطلع منها مش مورق عجين وما فيهوش توريقه. طيب عندي 4 انواع بس، يعني طقطقوا ودانكم معايا كده عشان نفهم القصه دي. اولا الزيت النباتي او زيت الذره او زيت العباد او اي نوع زيت، ده ما ينفعش خالص نهائي نعمل بيه فطير مشلتت خالص. فطير مشلتت ما ينفعش فيه خالص الزيت، يبقى ده استبعدناه. لكن الزيت صحي جدا، خاصه لو هو زيت ذره نضيف او زيت عباد شمس. طيب التانية اللي هي السمنه البلدي او السمنه اللي في العلب، دي برضو ما ينفعش خالص لان دي مش بتمسك نفسها، دي دايما زي ما حضراتكم شايفين كده سوفت بالشكل ده، وتقريبا يعني سايله او يعني سايحه. فدي ما تنفعش خالص بالنسبه لي، لانه هحطها في الدقيق او في العجينه بتاعتي. اول ما هاجي احطها وابدا ان انا اشغل فيها، هبص الاقي العجينه كأن في جيلي بين الطبقات بتاعه العجينه، فهتتزحلق ومش هتتفرد وهتطلع مني كل الماده الدهنيه اللي فيها، ودي مش صحيه، مش صحيه قوي يعني. طيب الحاجه الثالثه اللي هي الزبده الصفراء باي نوع منها، سواء اذا كانت زبده صفراء اي نوع انتوا بتجيبوه في البيت يعني، دي تنفع جدا معانا لان هي بتتماسك، لان دي فيها 90% فاتس او 85% فاتس، وفيها 15% ميه جواها او حاجه زي اللبن. لو استخدمت الزبده دي يفضل جدا، واحنا هنستخدمها النهارده طبعا، ودي تعتبر افضلهم في الطعم، وفي القوام مش افضل حاجه قوي، لكن انا عشان اخد قوام صح في الفطير المشلتت الزبده النباتي دي، ودي اللي هنتكلم عليها دلوقتي مع بعض. الزبده الصفراء اللي انا هستخدمها يفضل جدا انها تكون ساقعه وفي نفس الوقت سوفت. يعني ايه سوفت وساقعه في نفس الوقت؟ انا بخليها تطلع بره الثلاجه في البيت بتاعي. يهمنا جدا اشرح الكلام ده فعشان حضراتكم تبقوا عارفينه. بطلعها بره الثلاجه، بسيبها تاخد درجه حراره الغرفه، فبتبدا كانها ساحت، كانها بتسيح، وبعد كده بدخلها الثلاجه تاني تسقع، كاني سيحتها وسقعتها. فده بيخلي الكتل اللي في الزبده مش موجوده، فلما اجي افردها هتشوفوا دلوقتي لما اجي افردها على العجينه بيبقى شكلها عامل ازاي. ودي برضو حاجه تهمني جدا جدا ان حضراتكم تشوفوها وهي بتتفرد. دي تعتبر صحيه شويه، او يعني افضل من السمنه اللي في العلب. نيجي للزبده الثانيه النباتي. الزبده النباتي دي هي احسن حاجه تديني نتيجه في الفطير، خاصه او انواع الفطاير عامه، خاصه الفطاير المشلتته او المورقه. ليه؟ لان الزبده دي فيها يعني حاجه مسكاها جامد قوي، بتخليها ما تسحش معايا جامد، فبفرد فيها حلو. بطبق الفطير تاني بتبقى حلوه جدا معايا وماسكه، ما بتسحش مني خالص، وبتفضل ماسكه نفسها بين رئات العجين. فده بيساعدني بعد ما افرد العجينه بتاعتي واحطها عندي في تريح، الزبده بتاعتي برضو بتفضل زي ما هي. وكمان بعد ما بحطها في الفرن الزبده دي مش بتسيح وتنزل من العجين بتاعي. بس فيها مشكله ان هي مش صحيه، يعني تخوف قوي. فممكن اعمل في تريكه صغيره ان انا اخلط جزء من دي صغير على دي فيمسك لي، فده هيبقى كويس قوي. احنا خلاص كده خلصنا الشرح، واتمنى ان يكون الموضوع افادكم. هبعد دول الثلاثه وهبدا دلوقتي اكمل في الفطير بتاعي. طيب انا كده خدت الفطيره اهي، هاخد عندي حبه زيت واحطهم هنا تحت كده، وهجيب النشابه اجهزها، وادي العجينه بتاعتي اهي. العجينه حلوه جدا وتمام. كل ما العجينه بتريح كل ما العجينه بتديني شغل احسن وافضل. ولما يكون عندي جو صيف برضو لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. انا يهمني قوي ان حضراتكم تفهموا، مش تشوفوني بعمل واطلع حاجه. يهمني قوي لما يكون في وقت صيف من فضلكم دخلوا العجينه في الثلاجه، وحتى لو شتاء برضو دخلوها الثلاجه لسببين. السبب الاول علشان تسقع معايا العجينه، والسبب الثاني ان العجينه لما بتسقع معايا بتديني نتيجه افضل، وبتساعدني اثناء ما انا بفرد الزبده فيها ان الزبده ما تسحش معايا، وده مهم جدا جدا في الفطير المشلتت. اهي ادي العجينه بتاعتي
ما عنديش مشكله خالص، هظبطها بايدي اهو. هفردها بسمك تقريبا نص سنتي مثلا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده احنا خلصنا اول مرحله. ابدا المرحله الثانيه، مرحله الحشو بقى. هجيب زبده اهي زي ما حضراتكم شايفين، يفضل تكون ساقعه شويه عن كده اهو، وهبدا افردها بالشكل ده اهو. الزبده اللي عندي زياده، فانا بس جايبها عشان اشرح عليها، وكمان عشان اقول لحضراتكم او عشان ناخد منها كمان للفطير. انا كده خدت ما يكفيني من الزبده. هبدا بعد كده ده كله اللي في ايدي هينضف اثناء ما انا بعمل دي. هبدا بقى اجيب الفطيره والفها رول، ودي الحركه المهمه او الخطوه المهمه. وانا بلف بشد وبلف، واخدين بال حضراتكم؟ بشدها كده وبلفها. الكاميرا اكيد جايبه لنا الحاجات دي عن قرب علشان نشوفها اهي. خلاص لفيت وبشد، بلف وبشد اهو، بلفها وبشد او بشدها وبلف. تمام خلصتها خالص، تمام جدا جدا اهي. هبدا اجيب بقى ايه سكينه من عندي هنا، واحده اكبر. لا مش بتاعتها، وليكن حلوه قوي دي، سكينه حمراء جديده. طيب خلصت ده. هبدا بعد كده اقطع العجينه بتاعتي على قد الاحجام اللي انا عايزها. هعمل عيش صغير او هعمل فطيره صغيره اهي، هعمل فطيره اكبر اهي، واحده كمان كبيره واتنين كمان صغيرين. تعالوا بقى نشوف النقطه المهمه جدا في الفطير. احنا لفينا رول، وبعد ما لفيناه ابتدت العجينه كده اهي. انهي كاميرا اللي جايبه ده بقى؟ العجينه ابتدت تبقى جوه رول ملفوف حوالين بعضيه، عباره عن زبده وعجين، زبده وعجين. ودي اكتر حاجه تهمني في الموضوع. بس دي هتطلع فطيره مشلتته زي بتاعه الفرن اللي بجيبها العاديه خالص، ودي هتطلع فطيره 2 جنيه اللي بجيبها اللي هيبقى عليها سكر او جبنه او مربى، اللي باخدها كده وانا ماشي في الشارع لو انا جعان. طيب طبق تاني زي ما هو، وهبدا ان اجيب الحاجات دي او الفطير اللي انا قطعته هحطه هنا اهو في الطبق بتاعي، ويفضل قوي على النقطه اللي هي فيها الفتح علشان تقفل معايا. وهبدا احطه بالشكل ده اهو. تمام. وهجيب الزيت اللي عندي كمان مره وهديله حبه من فوق بسيطه. مفيش اسهل منه. بس الفطير المشلتت مهم جدا ان لازم اشتغل فيه وجو يكون ساقع، ده مهم قوي بالنسبه لي. عملته بالشكل ده. بعد كده هغلفه بستريتش راب وهدخله على فين؟ على التلاجة عندي علشان يبدأ يريح ويبدأ كمان يسقع. انا هركنه هنا، وعندي اوريدي انا عامل، احنا عندنا الجو هنا تكييف فالدنيا كويسة وتمام. انا هسيبه هنا على جنب، وهبدأ اجيب الفطير اللي عندي ده اهو وهوريه لحضراتكم اهو. ده انا اوريدي مجهزه وحطه عندي هنا ساقع وتمام جدا. وهنبدأ دلوقتي نعمل الخطوة اللي بعد التقطيع أو الحاجات دي كلها. بعد الفاصل هنرجع مع بعض نشوف الخطوة التانية في الفطير ونشوف هتعمل ازاي. فاصل ونرجع. اوعوا تروحوا بعيد عشان نكمل الفطير ولا هاكله لوحدي. فاصل ونرجع. رجعنا لكم تاني مع الفطير المشلتت، وهنكمل مع بعض الخطوة اللي بعد اللف والتقطيع. احنا قطعناها، بعد كده هبدأ اجيب كل قطعة زي دي بالشكل ده، وهبدأ ان انا افردها وهبدأ افردها بالشكل ده اهي. افرد شمال ويمين فوق وتحت وكل جنب. وبعد كده هبدأ اقلبها وهاخدها بالشكل ده، الم الفطيرة على بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. وهبدأ اكورها بالمنظر ده. واخدين بالكم من الطريقة اهي، واحدة واحدة اهو.
كده اتكورت عند الفطيره وبقت تمام جدا. خلاص نعمل واحده كمان عشان الناس تشوف وتاخد بالها. خدت دي كده بعد ما سقعت معايا في التلاجة، اجيب بس ده هنا عشان اعرف اشتغل اهو، وهبدا اني افردها بالشكل ده. لو لقيت ان الوش بيلزق بالشكل ده ما عنديش مشكله خالص، ده ممكن بس يكون ما فيهوش زيت فهو اللي عامل معايا المشكله دي. دي قضيه مش مشكله كبيره بالنسبه لنا. تمام كده اهو، وهبدا احطها برضو بنفس الطريقه زي ما احنا عملنا الاولانيه، وهنبدا نكورها بالشكل ده اهو. خلاص وهجيبها بالشكل ده كده. ناخد واحده صغيره عشان برضو نشوفها اهي، نفس الطريقه بالظبط ونفس التكنيك بتاع الكبير. هاخدها بالشكل ده اهو والفها. ممكن الصغيره دي اجيبها بالشكل ده واعملها كده بهدوء خالص كده. عملنا ده. في نقطه مهمه جدا كويس افتكرت ان انا اقولها. بعد ما اقطع الفطير ده، انا بعد ما عجنت سبت العجينه ترتاح معايا تقريبا ربع ساعه او تلت ساعه في الثلاجه. بعد كده جبتها فردتها ورحنا حاطين عليها الزبده اللي حشينا بيها، سواء اذا كانت الزبده النباتي او الزبده الصفراء، لان احنا قلنا ان الزيت والسمنه البلدي والسمنه العلب ما ينفعوش في الفطير المشلتت ده. حشيناها حطيناها في الثلاجه، قطعناها بعد الحشو وحطيناها في الثلاجه مش اقل من نص ساعه او ساعه الا تلت تسقع الزبده اللي جواها. بعد ما الزبده اللي جواها سقعت ابتدينا ناخد كل واحده لوحدها ونبدا ان احنا نجيبها بالشكل ده. اديها بس حبه زيت صغيره اهي، جبناها بالشكل ده بعد ما سقعت من التلاجة وابتدينا نعمل ايه؟ نفردها اهو، وابتدينا نطبقها كده اهو، وهنعملها كورة بالمنظر ده. خلصنا الموضوع، هنحطها هنا كده اهي، وهنسيبها في التلاجة تاني كمان نص ساعة على الأقل تكون ساعت معانا. وبعد ما تسقع معانا هنبدأ نجيب الحاجات اللي عندي اهي، ده اللي احنا كنا عاملينه. وطبعا هيكون عندي الفرن سخن وانا اوريدي مجهزه علشان خاطر اعرف اشتغل على طول. طيب ثانية واحدة بس ننضف النشابة دي علشان ما تقطعلناش وش الفطير اهو. وهبدأ اجيب عندي صاجات او الصاج اللي انا هشتغل فيه اهو، وهديله برضو دهنة زيت، ورق زبدة ودهنة زيت كده تبقى الدنيا ايه تمام جدا جدا. برضو اثناء ما دول بيختمروا بيرتاحوا جوه التلاجة هكون مغطي الوش بتاعهم بزيت، وكمان حاطط لهم ستريتش راب علشان خاطر تفضل معايا الفطيرة تمام. هبدأ بعد كده افرد الفطيرة بتاعتي اهي بالراحة خالص، ويفضل جدا انها تكون في التلاجة علشان الزبدة اللي جواها ما تسحش وتتبهدل معايا اثناء ما انا بفرد او اثناء ما هي في الفرن. لو هي الزبدة سايحة هتدخل الفرن هبص الاقيها سيلت كل الزبدة اللي فيها والفطير مش هيطلع معايا تمام. عايزين بقى نركز في الفطير المشحتت عشان ناس كتيرة جدا طلبته. ادي احلى فطيرة ممكن تشوفوها. في الحال ده بقى هبدأ ان انا اخد الفطيرة اللي عندي كده اهي واحطها هنا وكده فل جدا اهي. خلصت بقى الفطيرة دي. ممكن جدا قوي بقى في الوقت ده اني احط سمنة بلدي على الوش، لان انا هحتاج ان انا احط حبة زبدة على الوش بتاعها وادخلها الفرن عندي علشان خاطر تعمل ايه؟ الزبدة بتساعد ان الوش يبقى احمر كده وجميل، خاصة لو الفرن بتاعي حرارته مش بتوزع كويس. فممكن اضيف لها حبة سمنة بلدي على الوش او حبة زيت زي ما انتوا عايزين، او حبة زبدة زي دول برضه هيفوا بالغرض وهيبقوا زي الفل اهو. ممكن زبدة سايحة مفيش مشكلة خالص. تدخل الفرن على درجة حرارة عالية في الأول تقريبا 260 أو 280، وبعد كده ببدأ أنزلها علشان أضمن إن الفطيرة يعني مثلا دي بالظبط بتاخد تقريبا 20 دقيقة أو 22 دقيقة في الفرن. فأول 10 دقايق أو 7 دقايق أولانيين بديها درجة حرارة عالية، وبعد كده ببدأ أنزل النار لغاية 200 أو 220 علشان أضمن الفطيرة بتاعتي استوت وورقت معايا كويس من جوه. وإحنا قلنا إن سر التوريقة بتاعت الفطير بيكمش في هذا السر.
يكمن يعني مش يكمش. طيب يكمن في هذا السر ان الزبده متوزعه مع العجين، زبده وعجين ملفوفين حوالين بعض، فده اللي بيساعد ان الفطير يعمل ايه؟ يورق معايا. هراجع تاني مع بعض المقادير عشان ناس كتيره جدا بتقول ان احنا محتاجين نراجع المقادير اكتر من مره في الحلقه. المقادير بتاعتنا عباره عن 3.5 كوبايه دقيق، كوبايه وربع ميه، او كوبايه ميه، كوبايه ونص على حسب ما العجين ياخد معايا، وعندي نص معلقه ملح، وعندي 2 معلقه سكر صغيرين، وعندي ربع كوبايه زيت. بضيف كل المقادير الجافه مع بعض، بعجنهم مع بعضهم تقريبا 10 دقائق او 12 دقيقه. سيب العجينه بتاعتي تريح في التلاجة لمدة تلت ساعة تقريبا، وبعد ما بسيب العجينة تريح تلت ساعة ببدأ أجيبها علشان أشغلها، بفردها، وبعد ما بتتفرد ببدأ إن أنا أحشيها بالزبدة بتاعتي. بعد ما بتتحشي بتتقطع، بعد ما بتتقطع تدخل التلاجة تاني متغطية بالزيت من فوق كده وعليها ستريتش راب، تدخل التلاجة تقريبا كمان نص ساعة. بعد نص ساعة بجيبها بتكون بالمنظر ده، بفردها، بعد ما تتفرد بكورها بالمنظر ده، وبعد ما بكورها بالمنظر ده بعمل اخر مرحله بفرد الكوره بالمنظر اللي انتم شايفينه قدامكم، وادخل الفرن بتاعي تستوي تقريبا لمده 25 دقيقه، 22 دقيقه او 20 دقيقه على حسب الفرن. واول درجه حراره بتبقى عاليه 260 280، وانزلها بعد 7 دقائق او 8 دقائق لغايه ما بتوصل معايا ل 220، واسيب الفطيره بتاعتي تكمل سوا. هوريكم فطيره اهي، هي شويه نشفت، معموله من بدري فشويه نشفت. هطلعها اهي قدامكم، اجيب دي تصدقوا نسيت اجيب بلانشا، سلخت قبل ما اذبح اهي. اوبس، احط النصين دول على بعض. طبعا انتوا عارفين ان الفطير احلى حاجه فيه انه يتقدم مع عسل، وطبعا عسل اسود، عسل ابيض، جبن ابيض، جبن اسود، اي حاجه عندكم ابيض واسود قدموها مع الفطير. بس هيطلع فطير حلو قوي انا متاكد. اعملوه بنفس التكنيك، وخدوا بالكم الفطير مهم قوي بالنسبه له درجه الحراره. مش هرمي دي طبعا، هحطها هنا عشان الفطير اكتر حاجه الناس بتحبها فيه انه يبقى لونه احمر اهو. كده حبه فطير ايه عجب. ممكن اشيل دي واحط مكانها الحلوه دي. طبعا شايفين عندنا فطير صغير وكبير ووسط، ده حاجه زي ما انتوا عايزين. هشيل بس ده كده على جنب، احطه هنا عشان بعد كده ايه يتظبط. عايزين ننجز علشان الحلقه. اتمنى تكون حلقه الفطير دي ظبطت معاكم الكلام. انا هجيب حبه جبنه دلوقتي وعسل وهقدمهم معاها علشان كمان طبق الفطير يعمل ايه يكمل. عندي جبنه اهي، اجيب البلانشه نفسها ما عنديش مشكله. ممكن اخد كام سلايس جبنه من دي انا بحب قوي اقدم المخبوزات عامه على حاجه خشب. حاجه الخشب بتبقى تحفه جدا. هستلف منكم دي ثواني واحط لكم معاها حبه جبنه زي دي كده اهو. وممكن اجيب حبه عسل. يا سلام، بالهنا والشفتشي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم النهارده، وفطير المشلتت جميل. اشوفكم في حلقه جديده.